غدا اليوم بيتزا بدون عك وبدون دقيق. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. معانا لفة من الجلاش، قطعتها كده، سبتها رول زي ما هي وبدأت أقطعها شرايح أخلصها بالشكل ده. بعد كده هحاول أفكها من بعضها عشان بتبقى ماسكة في بعض. هجيب بايركس مدهون زبدة أو سمنة، وهبتدي أحط معانا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة أو سقعين اللي يريح عادي جدا. بعد كده هضيف عليها كوباية كبيرة من الحليب اللي هو اللبن، معلقة من السكر، معلقة من الفلفل الأسود، والخضار اللي هنحطه فلفل بقى ألوان وزيتون وكمان لانشون. وضفت عليها معلقتين من الجبنة الفيتا وعلبة من القشطة. هنشيلهم على جنب. هنجيب الجلاش بتاعنا نضيف عليه المكونات التحفة دي. بتاعي كانت سخنة على درجة حرارة 180. هتدخل الفرن، هتقعد نص ساعة. وده شكلها بعد ما خرج. عايزة أقول لكم الريحة قلبت المكان، خطيرة مفيدة ومغذية للولاد. بصوا شكل القطعة عاملة ازاي، خطيرة. الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. الف هنا وشفا. باي باي.